استنى رايح فين؟ تعالى انا هكلمك على اقوى تيم للنادي الاهلي السيزون القادم من وجهة نظري. تتفق معايا تختلف؟ ده اللي انا عايز اشوفه منك في الكومنتات. معانا فرقه تغلب اي حد في الفرق اللي موجوده في الدوري، رايح جاي قسما بالله اقوى سكواد اتغلب 3. اقوى سكواد اتغلب من النادي الاهلي السيزون القادم 3. تعال بقى اكلمك على التشكيله اللي من وجهة نظري اللي انا شايفها انها تبدا السيزون الجديد. تمام. مصطفى شوبير في حراسه المرمى لا خلاف ولا جدال عليه بعد المستوى المتدني من محمد الشناوي. 4 في خط الظهر، طبعا الراجل من الطبيعي يلعب بمحمد هاني لان الراجل هو اللي رجليه في الملعب، ومحمد شكري. يبقى محمد هاني ومحمد شكري دولت باكات النادي الاهلي. اما سرد باكات الاثنين من النادي الاهلي اللي تمنيات الشخصيه الراجل يلعب بيهم، 2 بتوع كوره، 2 بيعرفوا يطلعوا بالكوره، احمد رمضان بيكهام وياسين مرعي. واركن على جنب شويه اشرف داري واركن ياسر ابراهيم. ناس هتقول لي اشرف داري انا جايب راجل محترف عشان اقعده. انا بكلمك عن نفسي ووجهه نظري الشخصيه. انا واحد من الناس اللي حابه ان اشرف داري يبقى خارج النادي الاهلي في الفتره المقبله، تمام، ويشوف له اي عرض النادي الاهلي ويخرجه، ان ما يختلفش كتير جدا عن ياسر ابراهيم. هو مدافع كلاسيكي جوه منطقه الجزاء، بيخرج، بيقاتل، بيطلع يلعب الكور الهوائيه. ما فيش فرق ما بينه وما بين ياسر ابراهيم شاسع. انما عندي ياسين مرعي واحمد رمضان بيكهام من اللي احنا شفناه في الفتره الصغيره بتاعه كاس العالم للانديه لاحمد رمضان بيكهام، وفتره المطوشه بتاعه الوديه اللي لعبها النادي الاهلي بياسين مرعي، شفنا ان الراجل بيخرج بالكوره كويس جدا، شفنا ان احمد رمضان بيكهام بيخرج بالكوره كويس جدا. اذا مصطفى شوبير في حراسه المرمى، في الناحيه اليمين محمد هاني، والناحيه الشمال محمد شكري اللي ان شاء الله هيبقى متواجد ان شاء الله السيزون القادم. وزي ما قلت لكم قلبي الدفاع اللي انا اتمناهم يلعبوا هو ياسين مرعي واحمد رمضان بيكهام. تعالى لي لقوه النادي الاهلي وتقل السكواد اللي معانا. هو وسط الميدان عندنا نص ملعب غزير وقوي جدا من نجوم كتيره جدا موجوده. وطبعا في ناس هتختلف او تتفق معايا، انما انا شايف ان الثلاثي الاقرب للمشاركه مع النادي الاهلي هم اليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وامام عاشور. قدامهم الاثنين يلعبوا تحت منهم اليو ديانج، يبقى محمد علي بن رمضان وامام عاشور، وتحت منهم اليو ديانج. مثلث مرعب يا جماعه للنادي الاهلي. وقوه النادي الاهلي الضربه السيزون ده هو وسط الملعب. وسط الملعب هو القوه الضربه للنادي الاهلي. ان شاء الله يقدموا كل ما هو جديد ويقدموا مستوى قوي جدا. ده اللي انا شايف الثلاثي ده هينجح مع بعضه. اليو ديانج حاجه قوه بدنيه واستخلاص للكره على اعلى مستوى، وكمان عنده القدره البدنيه ان ممكن للدقيقه 70 و80 و90 بيوصل لمنطقه جزاء الخصم وبيكمل. ده اللي مختلف عنه عن مروان عطيه. الراجل مروان عطيه قدم مستوى كبير جدا الكام سنه اللي فاتوا في استخلاص الكوره ويسلم الكوره، بس انا بتكلم